اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الفل على اخواتي الحلوين، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين مع اقتراب شهر رمضان الكريم، اعاده الله علينا باليمن والخير والبركات، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. عايزه اتكلم معاكم، انا بقالي سنتين ده تاني رمضان يعدي عليا من غير بابا الله يرحمه. عايزاكم تدعوا له بالرحمه، ان ربنا يرحمه ويسامحه ويجعله في الجنه، اللهم امين يا رب العالمين، هو واموات المسلمين اجمعين. السنه دي والسنه اللي فاتت انا حاسه باحساس غريب شويه غير كل سنه. يعني انا بقالي اكتر من 10 سنين كل سنه رمضان بيجي بحس ان احنا مش في رمضان اصلا. يعني بتشغلي اغاني رمضان، بتمشي في الشارع تلاقي الزحمه، بتلاقي اليميش، بتلاقي كل حاجه بتاعت رمضان، بس مفيش طعم ولا احساس رمضان زي واحنا صغيرين. وانا صغيره كان رمضان ليه طعم جميل قوي. طبعا كلنا بلا استثناء متفقين على هذا الامر. ليه؟ لان صحابي كلهم يقولوا لي السنه دي احنا مش حاسين برمضان، السنه دي مش حاسين ببهجه رمضان ولا زي زمان واحنا صغيرين لما كنا بنبقى مستنيين رمضان يجي، وساعه الفطار وساعه المغرب وساعه بقى المدافع، ما كان الاطفال بيعملوا مدفع ويضربوه صواريخ، وكان دلوقتي في كل حاجه بس مش زي زمان. انما السنه اللي فاتت والسنه دي احساسي برمضان زياده شويه، حتى من وانا صغيره، اكتر من وانا صغيره. مش عارفه ليه، مش عارفه ايه السبب. سبحان الله، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيطبطب على قلبي وبيقول لي مش عايزك تزعلي ان رمضان السنه دي والسنه اللي فاتت والسنين اللي جايه باباكي مش معاكي. بيقول لي حسي برمضان علشان في حد غالي قوي عليكي راح منك، هو راح خلاص ومش جاي تاني. احنا ان شاء الله اللي هنروح له باذن الله، ونجتمع ان شاء الله كده في الجنه باذن الله. بس ويمكن في الجنه الدنيا تبقى احسن والحياه تبقى احسن، ده اكيد، ربنا يكتبها لنا يا رب. حاسه برمضان قوي، ايوه حاسه برمضان قوي من دلوقتي. يعني فاضل دلوقتي شهر ويمكن شهر وشويه على رمضان، بس حاسه بيه، حاسه بيه مع كل حاجه. حاسه بيه طول ما انا ماشيه في الشارع، حاسه بجو رمضان، حاسه بروح رمضان، حاسه بكل حاجه حلوه كنا واحنا صغيرين بنحس بيها، انا حاسه بيها دلوقتي. فبشكر ربنا قوي ان هو حسسني بالاحساس ده تاني. ايوه انا ما بقيتش مبسوطه زي الاول لان اتكسرت بجد والله العظيم. مش دايما كنت بسمع ايه لما كانت واحده بابا بيتوفى بتقول انا ظهري اتكسر بعده، لا ما كنتش بحس بالكلمه. يعني كنت ببقى ايوه زعلانه علشانها ومقدره اللي هي فيه، بس ما كنتش حاسه بمعنى الكلمه قوي كده. انا اتوجعت قوي وبجد حاسه بكسره كبيره قوي قوي قوي. حاسه ان كل حاجه حلوه في حياتي راحت. انا بضحك وباكل وبشرب وبنام وبهزر وبروح وباجي وبعمل كل حاجه زي قبل كده. مش هقولك الدنيا اتوقفت ان انا خلاص ما بقيتش عارفه اعمل حاجه، بقيت بعمل كل حاجه، بس عايشه عشان خاطر ولادي، بس عايشه عشان خاطر ان انا ابني لهم حياه يفتكروني بيها زي انا ما انا فاكره بابا الله يرحمه بالحاجات الحلوه اللي كان بيعملها لنا. كان بص شقيان علينا وتعبان، ما كانش بيقعد يوم، كان كل يوم بينزل شغله ويقول بسم الله توكلت على الله عشان خاطر يجيب لنا رزقنا، رزق يوم بيومه. ربنا يرحمه يا رب ويجعل شقاه وتعبه علينا في ميزان حسناته، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم لو اي حد انت زعلانه منه سامحيه لوجه الله. لو انت مزعله حد روحي وصالحيه، قولوا له ما تزعلش مني، لان الدنيا مش مستاهله، والله العظيم الدنيا مش مستاهله. الدنيا بتروح في ثانيه. كل يوم بنشوف حوادث وكل يوم بنشوف ناس بتموت وكل يوم بنشوف اطفال بتموت. زمان انا كنت افتكر لما كنت ابقى ماشيه كده واسمع صوت قران في بيت وحد بيبقى ميت فيه، ببقى عارفه ان هو ده راجل كبير ميت او ست كبيره توفت. انما لا، ده دلوقتي طول ما انت ماشيه بتلاقي اطفال صغيره لسه في عمر الظهور بيموتوا. يعني احنا يا عالم بينا، ممكن اكون بعمل لكم الفيديو ده يكون اخر كلمه ان انا هقولها لكم. ربنا اللي عالم بكل واحد هيموت ازاي وهيموت امتى وفي اي ساعه هيموت فيها. فعايزاكم تعملوا الخير وترموا البحر. لو انت مزعله حد روحي صالحيه، لو حد زعلان منك معلش سامحيه. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل الخير علشان خاطر ربنا يقعدونا في ميزان حسناتنا، عشان خاطر لما يحصل لنا حاجه لا قدر الله الناس تفتكرنا بالخير، عشان الناس تقول الله يرحمها دي فلانه كانت كويسه، الله يرحمه ده كان طيب وابن حلال. الدنيا والله ما مستاهله، الدنيا مش مستاهله. عايزين كلنا نقرب من ربنا اكتر واكتر. طبعا احنا كلنا عارفين ربنا كويس قوي وكلنا عارفين الصح من الغلط، بس ساعات بنبعد قوي عن ربنا. عايزين نقرب من ربنا اكتر،
عايزين الشهر رمضان دوت يجي علينا واحنا كويسين. عايزه اي اخ مزعل اخته ياخدها في حضنه ويبوسها ويطبطب عليها. صدقني هتبقى انت اللي كسبان، كسبان الدنيا وكسبان الاخره. لو انت مزعله اختك او اخوك روحي صالحيهم. لو مامتك وباباكي موجودين روحي بوسي ايديهم وادعي لهم وقول لهم ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. لو اهلك موجودين قربي منهم اكتر واكتر وخليكي في حضنهم. لو ليكي واحده صاحبتك متضايقه او في مشكله اقفي جنبها، عشان دلوقتي انت هتقفي جنبها هي بكره هتقف جنبك. الدنيا يا جماعه دواره، النهارده عندي وبكره عندك. لو وقفتي معايا في وقت زعلي هقف معاكي في فرحك واقف معاكي في زعلك. خلينا كلنا دايما قريبين من بعض، خلينا نحس ببعض. الدنيا دي فانية في ثانية. ربنا يديمنا في حياة بعض يا رب نعمة. عايزة أقول لكل أخ افتح الباب على أختك وبص عليها، شقر عليها زي ما بيقولوا. أختك ديت وصية من باباك الله يرحمه أو من مامتك الله يرحمها، سابتها أمانة في رقبتك. الأخ سند والاخت برضو سند. بس انت لما يبقى عندك اخ وتبصي تلاقيه جاي لك يقول لك كل سنه وانت طيبه، تبقى عندك بالدنيا وما فيها. لو الدنيا كلها قالتها لك واخوكي ما قالها لكيش هتبقى ما تسواش حاجه. كلام الناس كله ما يسواش حاجه. كلمه واحده صغيره من اخوكي هتحسي بكل حاجه كويسه. والاب دايما ما بيموتش طول ما هو سايب اخ حنين رزق لاخواته. ربنا يخلي لي اخواتي يا رب ويدومهم نعمه في حياتي ويبارك لي فيهم ويرزقهم اللهم امين. اخواتي اغلى حاجه عندي في الدنيا، ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويخليهم لي ويدومهم احلى حاجه في حياتي. بحبكم في الله. عايزاكم تدعوا لبابا كتير في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي، ان هو ربنا يرحمه ويسامحه وسابنا سند لبعض. وربنا دايما يخلينا لبعض ويخلي لي ماما يا رب وما يحرمنيش منها ابدا، ويشفي لي خالتي اللهم امين يا رب العالمين، ويشفي كل مريض. يشفي يا رب، اشفي كل مريض يتالم ولا يعلم بألمه الا انت اللهم امين يا رب العالمين. الله يرحمك يا بابا ويسامحك يا اطيب خلق الله. اشوفكم في فيديو جديد وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.